أول حاجة بدأنا نجمع قدام مبنى محافظة الأهلية، بدأنا نكتب نفس حكم المرشد، والانتفاضة كانت معروفة جدا، ارحل ارحل يا مرسي. وذلك الرد اللي كان موجود على البيان اللي قاله انه اصبح القرارات دي كلها ديكتاتور. بدأنا نتجمع شباب عشرات اتحركنا اتحركنا لغاية الحسنية، فضلنا ماشيين لغاية ما وصلنا عند جامع الشيخ حسنين، ومن جامع الشيخ حسنين على السلكانة، وبدأنا نتجمع قدام مقر في الجلاء، مقر الإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة في شارع الجلاء. قابلنا الأمن الأول 3 عربيات أمن مركزي، في بعض الشباب شدوا معاهم حركة شباب الميدان، ولكن الموضوع تم بسرعة. كان الكلام قال لهم المقر هناك والإخوان هناك، مالكوش دعوة بينا هنا. فبدأنا فضينا المشكلة اللي بينا وطلعنا قدام مقر الإخوان. قعد أقول لك للسبايين مظاهرة سلمية اللي جايب هنا ومش جايب هنا، قعدنا نكتب يرحل المرشد ويثبت حكم المرشد والحل التأسيسية وثوار أحرار هنكمل هتافات عادية جدا، ما كانش لها أي حاجة. بدأوا الإخوان يردوا علينا ويشتموا، ردوا عليهم بعض الناس الشتيمة. كان في بنات بتصور وفي ناس بتقتل ناس كبيرة موجودة. الطوبة اللي طلعت دي محدش يعرف مصدرها، أول طوبة. بقى قام واحد منهم قام حادف طوب، فردوا عليه الشباب بالطوب، قاموا هم قاموا حاطين قنابل يدوية، القنابل دي بتطلع خراطيش غلي صغير كده غاز عصام بيجي في جسم الناس على الأرض من أول رجل كده لغاية الوجه. في واحد منهم واحد مننا اتضرب اسمه بيسا ده هو في قلبة آلاوي، اتضرب في وشه هنا، في وشه ده خده ده كله كده بايظ مليان خراطيش. في بنت اتضربت، البنت دي كانت ماشيه بتصور تبع جريده صحفيه، هي ما نعرفش عنها اي حاجه دلوقتي. وفي ست كبيره اتضربت. في واحد كان واقف مع الاخوان مربي ده انه لابس تيشيرت اخضر، ده كبيره بالسيف، وهو واحد لابس برضه تيشيرت احمر معاه قصير. الناس دي عارفينهم بالشكل، ما نعرفش عنهم اسامي خالص. طلعوا يجروا، واحد كان معاه سيف وواحد معاه سنجه. في واد لابس ازرق، الواد ده كان معانا واقف متطاير، اتضرب بالسيف وقع في الارض ما قامش. ده اخر حاجه كنت شايفها فيهم. الست ما نعرفش عنها حاجه برضه اللي اتضربت فيه، والبنت ما نعرفش اي اخبار عنها، وموبايلها على ما اظن مقفول. يعني الناس بتحاول تساعد، مش عارفين يجيبوا عنها اي حد. الشرطة بقى والشرطه زي ما هي ما اتحركتش قبل ما كنت زي ما هو اتحرك. انا وزميلي احمد علاء ومحمد جمال جرينا داخل في عزبه اسمها عزبه الصراف باين او الصراف. العزبه دي الاف كلها يعني ناس بلطجيه اساسا، وجروا كانوا عاوزين يمسكونا ليهم. فضلنا نجري مسافه نص ساعه جوه العزبه وهم بيجروا ورانا بالسنج. اللي كان لابس تيشيرت احمد ده كان بيجري ورانا بالسنج، كان سيف مش سنجة. ردينا عليهم بالطوب، لكن برضه كانوا بيجروا ورانا، وكان في ناس بتجري معاهم عايزين يمسكونا. لغايه ما قابلنا ناس، والناس بدات تطلعنا على شارع الجلاء تاني من ورا. طلعنا شارع الجلاء، كنا بنجيب بعض البنات الشباب اللي كانوا معانا، بنحاول نلم بعض تاني عشان نرجع عند المحافظه. لقينا الناس متجمعه كلها وبيحاولوا يخلوها سلميه تاني قدام مقر الاخوان، على اساس ان هم ينزلوا البلد بتاع حزب الاخوان وحريه وعداله. ما فيش حد رضى، وبداوا برضه هم اللي بداوا الشتيمه، ورد عليهم الشباب بالطوب، قاموا بداوا يضربوا علينا بقنابل يدويه بتطلع خراطيش. في الوقت ده عربيات الامن المركزي، والامن المركزي جه اصلا وواقف مع الاخوان، فضل واقف مع الاخوان. فعلا بدا الاخوان برضه طلعوا بسكاكين وطلعوا بسيوف، ووقف معاهم يعني طلعوا بسكاكين وبسيوفهم وقدام الامن المركزي، والامن المركزي فضل يتفرج، فضل متفرج تقريبا نص ساعه. ولا شاغل باله. بدأوا يخبطوا فينا بالطوب، ونخبط فيهم بالطوب، والامن المركزي والضباط ورتب واقفه ولا شاغله بالها. لغايه ما بدأوا يشتموا ويضربوا، بدأوا الشباب ترد عليهم وجمعنا في منطقه بعيده خالص عنهم. بدأوا يحتفونا بالطوب، زمان نحتفهم بالطوب ونجري ونرجع. بدأوا يستخدموا كده بقى من بعدها على طول بدأوا الشرطه تستخدم قنابل الغاز والغاز الخامس. عارف معديين من شويه بدأوا يستخدموا قنابل مسيلة للدموع، قنابل فسفورية، قنابل الغاز، وبدأوا يضربوا عليهم الخرطوش.
وبدات بعض الاهالي من الشوارع جنب مقر الاخوان وهم اخوان، دي حاجه متاكدين منها كلها، يجروا ورا الناس يمسكوهم ويسلموهم يحدفوا طوب من فوق ويحدفوا الطوب من فوق البيوت من والبلكونات. فوق المقر. بدأنا نرجع كلنا في نص شارع الجلاء بعيد عن المقر، ويبقى تبقى العمليه تبادل طوب بس بينهم. ده اللي هو بدأت فيه مدرعه واحنا واقفين، المدرعه جت من ورا من شارع الثانويه في المختلط بتاع الثانويه عند آداب وقامت جايه مضربه فينا من ورا خراطيش وقنابل غاز وغاز خالص، وتلاقي كل شويه رايحه جايه وبدأوا هم يتحركوا علينا. الاخوان تهدف من وراه بطوب واحنا نيجي نرد عليهم بالطوب هم يضربونا بخراطيش. وفي ناس كتير اتصابت، في ناس كتير وقعوا اغمى عليهم، معانا بنات اغمى عليها اكتر من 6 مرات. فضلوا يجروا ورانا واعتقالات، سابوا كل حاجه وطلعوا يجروا ورانا. خلى الشوارع المتفرعه كمان بيجروا ورانا، دخلوا ورانا وبيجروا ورانا. دخلوا ورانا يعني انا دهسوا واحد بالمدرعه. قال له قدام دي يا ريت نسمع عنها بقى. دخلوا ورانا بالعربيه بتاعت الامن المركزي، والعساكر قلعت زي بتاع لابسين زي مدني وبيضربوا بالستيك الصغير ومعاهم الاستيكات. مثلا الضباط بيتحرك وسابوا العربيه وجروا هم دخلوا ورانا الكوافير انا والناس، ودخلوا ورانا الشباب اللي هو كان بتجري دخلت البيوت، حطوا بيوت الناس، دخلوا جابوهم واعتقلوا ناس مالهاش دعوه اساسا صاحب الكوافير اللي انا كنت مستخبي فيه. لغايه ما وصلنا في الشارع اللي بيدخلنا على شارع آداب من خلال الجلاء. بدات العربيه تجري ورانا هناك، بدانا كلنا نجري، في ناس اعتقلت كتير، وعن كل ده بطريقه ضرب، واللي كان العساكر ما عرفوش يجيبوه بالجري، كانت العربيه كانت بتجري وتجيبه ضرب غير بجد. ما حدش فيكم شاف الضرب؟ انا شفته ضرب وحشي بجد. العربيه كانت بتجري تجيبه وتخبطه وبعدين تقوم مقوماه بجنب، العساكر يقوموه بجنب ويروحوا يجيبوا غيره بنفس الطريقه. حاجه كاننا رجعنا تاني يوم 28، مفيش فرق خالص من اللي حصل. كفر. وصلنا لغايه شارع آداب جوه، استخبينا جوه، بداوا الضباط وعربيات الامن تتجمع قدام شارع آداب، ودخلوا في كوافير جنب مطعم زهرة لبنان، جابوا كل الناس اللي في الكوافير عشان الناس دي مالهاش دعوه بالمظاهره. كان في ناس وانا اللي كنت فيه جابوها ضربوا بالاستيكات اللي معاهم والصواعق اللي معاهم، ضربوا صاحب الكوافير نام قدامي على الارض، ضرب بطريقه غريبه، ضرب في اماكن حساسه، ضرب على الدماغ. كل ده اساسا كل ده بمناسبه ايه؟ احنا نازلين سلميه، الاخوان هم اللي بداوا يجروا ورانا بالقنابل اليدويه اللي بتطلع خرطوش والسيوف، والشرطه ردت عليه، وبعد ما الشرطه قالت احنا مالناش دعوه بيهم، دي حاجه بينكم وبينه، انتوا اللي جبتوهم، انتوا اللي طلعوهم، احنا مالناش دعوه بالحاجه دي. رجعوا عليه ضربونا بخرطوش وقنابل يدويه وفوسفور وغاز خالص، وقنابل فيها تاريخ منتهي. معانا القنابل كل ده معايا صورها، القنبله نفسها معانا صور للحاجات دي، معانا اسامي الناس تغمى عليها وجالهم اختناق بسبب الاحداث دي كلها. الضرب اللي حصل في شارع كليه آداب، طفوا علينا النور في شارع كليه آداب وفي شارع النخله، النور اتطفى كله عشان يجيبونا. جرينا استخبينا في بعض البيوت وبعض المحلات. انا من ضمن الناس نزلت قدام كليه سياحه وفنادق تحت عربيه انا وواحد صاحبي عشان ما يجوش يجروا علينا، اللي الناس اكتشفتهم وضربوا عليهم طوب وجروا وراهم، واحنا طلعنا نجري. انا وقعت قدام مدرعه، ناس كتير، ناس اهالي راحوا واخديني مدخلينهم بيوتهم على طول. ناس كتير رجعت بالمدرعه. احنا لما كلمناهم في الاول قدام المقر الاخوان قبل اي حاجه ما تحصل، قالوا احنا مالناش دعوه بالحاجه دي، انتوا اللي جبتوهم، انتوا اللي تمشوهم، احنا مالناش دعوه دي. الاخوان اللي يقول لك سجليه، الاخوان نزلوا جروا ورانا بالسيوف لحد الان موجودين هناك دلوقتي لمده اكثر من نص ساعه. واحده اتضربت منهم، ست كبيره عندها 50 سنه، معديه بتاع 50 سنه، فعلا معديه 50 سنه، ست كبيره يعني كويس اللي هي ماشيه. كانت ضرب يعني لو كسره مش هيتعمل فيها كده. والواد اللي اتضرب في الاول ده بالسيوف وبالعصيان، الواد ده انا قلت مات. احنا ما شفناهوش غير الشباب كتير اتأثرت بالخرطوش، قنبله يدويه. ازاي انت واحد اساسا مواطن عادي معاك قنبله، عامل قنبله ازاي؟ تتحدف في الارض، شباب كتير في وشها وفي عينيها. بتتنسى يا جدعان والله، ويخشوا ويجروا ويخشوا ينظموا عليهم قوه، اول ما نضرب عليهم قوه بيرجعوا علينا تاني. ايه ده؟ ويقول لك كميه وانتوا اللي بداتوا. صفحات كتير على النت مسؤوله عن بتتكلم عن الاحداث اللي حصلت في المنصوره. كل ده كذب، اللي يقول لك ان المتظاهرين مؤيدين مرسي، ما كانش في اي حد متظاهر يموت.
كل اللي كانوا واقفين كانوا بيحموا مقر الاخوان كانوا معاهم اسلحه، شوف كانوا معاهم سيوف وقنابل يدويه، ولما حصل ضرب عليهم استنجدوا بالشرطه، والشرطه بدات تضرب علينا بقنابل غاز، قنابل خانقه، غاز خانق، قنابل فوسفوريه، ضربوا عليهم أعصاب. تخطيط غاز الاعصاب وضربوا نار، وغاز الإخوان الاعصاب ضربوا نار اللي بهدلني ده. وغاز الاعصاب. غاز الاعصاب لغايه دلوقتي بيتضرب في شارع كليه اداب، في ناس بتعتقد في شارع كليه اداب، في صحفيه مش عارفين عنها اي حاجه. يا ريت يا جماعه، يا ريت اي حد مسؤول يعرف يوصلنا للناس دي. ده اللي حصل النهارده وما زال دلوقتي لسه موجود. ده اللي حصل النهارده، وده اللي هيعملوه بكره وهيعملوه بعد بكره. طول ما هو موجودين، طول ما انتوا ساكتين واحنا ما بنعملش حاجه، لازم ده زمايلنا لسه هناك دلوقتي واحنا راجعين. ده حقنا، مش هنسكت مش هنسكت مش هنسكت. محمد مصطفى عارفه؟